انا لو كان المليون جنيه بتاعت البورصه دي كملت معايا كنت هصدق نفسي، وانا كنت لسه اتعلمت حاجه. لانهي درجه الانوفيشن والتكنولوجي مهمين في حياتك؟ بيسموني الايرلي ادوبتر، ده اي تكنولوجي جديده تنزل ببقى عايز اجربها. الجيل بتاعي ما كانش فيه وعي كفايه زي دلوقتي على فكره الاستقلاليه الماديه للست. ممكن يجي عليك سنه تعمل فيها قد ال10 سنين اللي فاتوا. كانت شركه ايه؟ الشركه كان اسمها فان دايز، كان نفسي اشوف فيها فان داي واحد يعني مش مهم الاس بتاعت فان دايز دي، انا كنت عايز فان داي واحد بس. راجعين لكم في السنة الثالثة في بيوند تانك مع فودافون بيزنس. مساء الخير عليكم جميعا، ازيكم؟ اولا مين كان هنا قبل كده ومين حضر معانا قبل كده في اي تصوير الحلقات؟ ناس كتير منورين، بنشكركم ان انتوا جيتوا تاني، وبنشكر الناس اللي معانا النهارده لاول مره، في فاميليار فيسز كتير، برحب بيكم كلكم. السنه دي احنا في بيوند تانك الموسم الثالث، 3 سنين مع فودافون بيزنس. السنه دي واخدين اللي احنا بنعمله تو ذا نيكست ليفل، واول مره نعمل انترفيوز مع الشاركس. كنا بنعمل مع المتسابقين بعد ما بيخلصوا البيتش، السنه دي عاملين مع الشاركس، وبنعمل مع المتسابقين اللي الشاركس دخلوا معاكم. بيبقى في سؤال بيدور في ذهن ناس كتير قوي من اللي متابعه البرنامج، الناس دي راحت فين بعد كده؟ الشركات دي توسعت، كبرت، ايه اللي حصل؟ فتبقى الناس عايزه تعرف. دايما في مسكونسبشن على رجال الاعمال. اللي معانا النهارده كسر شكل رجل الاعمال اللي اتربينا عليه في المسلسلات والافلام. معانا النهارده اصغر شارك سنا واصغر سي او لواحده من اكبر واهم شركات التطوير العقاري في مصر. اتعاملت معاه كتير على المستوى الشخصي وفي الشغل. راجل عايز يبني مصر بجد، مش كلام. ومش كده وبس، هو من اكتر الناس كرما وخلقا، كريم في استفادته، في فلسفته، وفي شغله. ودايما بيلبس اسود، وانا النهارده لابس اسود زيه، فاكيد عرفت هو مين. معانا النهارده مهندس عبد الله سلام، واحد من الشاركس وسي او شركه مدينه مصر. ازيك؟ كله تمام؟ كله تمام الحمد لله. كويس، اتفضل. الحمد لله، ثانك يو. ازيك يا عبد الله؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ الحمد لله. مبسوط ان احنا بنعمل لقاء تاني مع بعض، فمبسوط جدا ان انت معانا النهارده. وعايز ابتدي من الاول، هنتكلم عن رحله طويله وفيها حاجات كتير، مع انك ما طلعتش اكبر واحد في شارك تانك، بس كانت رحله طويله. فهنبتدي من الاول خالص. انت طالع من اسره عريقه جدا، اسره معروفه جدا في مصر، وابا عن جدا، واخد اسم جدك عبد الله سلام اللي انت بتفتخر بيه جدا وبتتكلم عليه كتير جدا. فعايزك تكلمني عن موقف محوري حصل مع جدك شكل عبد الله اللي قاعد قدامي النهارده. هو بيمثل جزء كبير جدا فعلا من تشكيلي زي ما انت بتقول. هقول موقفين يمكن مهمين ويبدو متناقضين شويه. يعني واحد منهم هو موقف بالنسبه لي مبهر تاني لشخصه. هو رجل عصامي ورجل علم نفسه بنفسه، يعني ما تعلمش التعليم الرهيب في المرحله العمر ساعتها القصه دي، بس كان دايما يقول لنا الجمله دي ان هو صديقه الصدوق هو الكتاب. بس اللي بقول لك بقى الموقف اللي استوقفني مره، الكلام ده يعني في نهايه حياته خالص. يعني انا كنت في اولى سنه جامعه، فمره ناداني كده وقال لي تعالى كده احكي لي انت بتاخد ايه في الجامعه. هو تحسه فيري اكسايتد يعني اباوت الموضوع ده. بس فانا حاسس بقى برضه انا يعني راجل خريج مدارس امريكاني وبدرس ميكانيكال انجينيرنج في الاي سي، فبحاول ابسط الكلام. فبقول له يعني احنا ميكانيكال انجينيرنج دي فيها كذا ديسيبلين بتاع وحاجات كده، وفي حاجه اسمها ستاتيكس وحاجه اسمها داينامكس، وبقولها دايما بصيغه اني بعرفه بالحاجه يعني. وفجاه لقيته هو بقى بيتيك ذا ليد، قال لي مش دي اللي فيها كذا وكذا والمعادله كذا انا طبعا اتعقدك طبعا ان واحد في السن ده انا عارف هو ما تعلمش الحاجات دي خالص ولا درسها. وبقاله كمان في الفتره ديت كان بقاله داخل على 20 سنه ريتايرد كمان، فبره سوق العمل. فمش فانا ساعتها عشان كده بقول لك هي دي كانت نقطه محوريه، اني فهمت يعني ايه لو الواحد مش هيطور في نفسه، مش هو اللي هيديفلوب في نفسه. ملهاش دعوه انت اتعلمت ايه وما اتعلمتش ايه، التعليم بيفرق جدا طبعا كل حاجه، بس يعني مش ده البيسكس. انا دايما بقول لما حتى حد يسالني طب الجامعه دي احسن ولا دي، ولا المدرسه دي احسن ولا دي، بقول ايه في الاخر دي البيسكس. ما بعد ذلك بقى تميزك اتس اب تو يو. ودي كانت لمحه بسيطه جدا مع جدي، لمحه تانية يمكن بعد وفاته بس هي كانت نقطه محوريه. ان انا عشت كتير جدا من طفولتي لحد بعد وفاته فاكر ان انا لازم ابقى زيه.
مين اللي كان حاطط عليك هذا البريشر؟ هو نظرات، بقول لك الامل اللي في عينه لما كنت بشوفها في حياته، وفي بريشر انا حاطه على نفسي، لان انا بقول لك من وانا صغير بقى بيتقال لي خلي بالك انت عبد الله سلام مش عارف ايه، فانا خلاص عارف، انا اهلت نفسي ان انا لازم ابقى قد الاسم. نقطه تحول تانية دي بقى بعد وفاته، ان انا فجاه جالي الشعور وكانه هو اللي بيكلمني يعني ان انت مش لازم تبقى زيي، انت كل اللي انت محتاجه انك تحافظ وتخليهم فخورين بيك، لان ده بقى ده درس مهم قوي، مفيش حد زي التاني. ومهم قوي ان الاهالي تفهم ده وهي بتتعامل مع اولادها على نفسهم وعلى ان جايين، حتى لو جايين من فاميلي بيزنس او وات ايفر، ان كل حد هو حد منفصل ملوش علاقه بالتاني، مش المفروض نقارنه بالتاني. ده حقيقي. بقيت اقولها للولاد عشان ما يحسوش بالبريشر. مهم مش جدا. لازم يا ابني تبقى زي ابوك. صح. عايز ارجع برضو لطفولتك شويه وانت في سن صغير، عايز اعرف كنت عامل ازاي، كنت مين في شلتك، كنت فيلسوف زي ما انت فيلسوف النهارده، عايز اعرف عبد الله الطفل الصغير كان عامل ازاي. في جانب طبعا بادي معايا من وانا بيبي يعني لحد النهارده، وهو حبي للاكل. فانا دايما دي معروفه عني بقى في وسط العيله، في وسط الاصدقاء. فيعني جدتي الله يرحمها كانت دايما تقول لي انت وانت صغير لو الببرونه الثانيه مش جاهزه على ما الاولانيه تخلص بتعمل لنا ازعرينا في البيت يعني. فهي حاجه انا اتولدت بيها، عشان كده دايما لما بيلوموني على كتر الاكل لهم واضح ان انا مولود كده يعني. فما كنتش رياضي. فكنت دايما يعني عارف كده بيلعبوني معاهم مجامله، يعني عارفين ان انا هينزلوني يوقفوني جون هخسر الفريق، بس يعني يا جماعه كل شويه كده هاتوا عبد الله وقفوه جون عشان الراجل يعني ما يزعلش يعني. كنت هادي جدا، قليل الكلام على عكس دلوقتي ويعني الصداع اللي بجيبه للناس لما بتكلم. التيرنينج بوينت في حته الكلام ديت، انا طلعت الاول على المدرسه ما شاء الله. فجيت في يوم الجراديويشن انا اللي بدي الكلمه بتاعت الكلاس، واول مره بقى خلاص لازم هتتكلم. اول 20 ثانيه منهم انا مش فاكر انا استحملتهم ازاي، ضربات قلب سريعه وعرق وخصة. وبعد ال 20 سنه دي في حاجه حصلت، عارف سويتش كده راح قالب، ومن ساعتها مش عارفين يخلوني ابطل كلام يعني. فدي كانت نقطه تحول. فبعد كده في الجامعه بقيت شخصيه مختلفه شويه، متحدث اكتر، اوت جوينج. فالحمد لله طول عمري يعني باك تو انا مين في الشله يعني، طول عمري الطيب يعني كده يعني مؤدب اللي فيهم يعني. أيوة. عايز اتكلم بقى شويه على الانوفيشن والتكنولوجي والانهي درجه الحاجات دي مهمه في حياتك. انت متاثر جدا بستيف جوبز وبتلبس اسود على طول، وانا النهارده لبست لك اسود عشان جاي احاورك النهارده. فعايز اعرف اهميه الانوفيشن والتكنولوجي انت كعبد الله، وبعدين عايز اتكلم عليهم في مدينه مصر لان هم متحققين جدا في مدينه مصر. لانهي درجه الانوفيشن والتكنولوجي مهمين في حياتك؟ في جزء زي ما انت بتقول كده يظهر ان هو جزء من شخصيتي من وانا صغير يعني. موضوع التكنولوجي والانوفيشن بحبهم طول عمري من وانا صغير. يمكن الانوفيشن اثقلت اكتر بدراستي للهندسه. في حاجات اللي انا بيسموني الايرلي ادوبتر، ده اي تكنولوجي جديده تنزل ببقى عايز اجربها، ما بستناش يجربوا في الناس ويشوفوا الباجز ايه والحاجات دي كلها. you're updated ويور ستيل on top of the game وكل حاجه. بتستعمل تشات جي بي تي كل حاجه. ايه اخر حديث كان مع تشات جي بي تي؟ انا هضحكك على علاقتي بتشات جي بي تي. انا بتخانق مع تشات جي بي تي، انا مش بستعين بتشات جي بي تي، بخش معاه لانه دي اكشلي عايز اقول فيها نصيحه مهمه. تشات جي بي تي يا جماعه خطر جدا في المرحله دي انك تستقي منه معلومه فاكت. خطر جدا، جربه يعني. اقول لك واحده من الديسكشنز، انا عارف المعلومه وقلت ايه ازنقه يعني. قلت له اكتب لي لسته التوب 10 بريمير ليج سكوررز في اوف اول تايم، فلقيتش محمد صلاح فيها. بس فرحت قايل له بس انا بتهيألي ان محمد صلاح كده، بس انا بتهيألي ان محمد صلاح من التوب 10. راح لي I'm sorry you are correct، ويروح مغير الليسته وحاطط محمد صلاح. فجرب والله العظيم اللي انا بقوله لكم. بس شفت اكشلي فيديوهات كتير قوي على حاجات شبه كده بوليتيك، غير انه طبعا بيتعلم المعلومه، فممكن اللي يسال دلوقتي يلاقي المعلومه اصح، ولا راح حاطط لي مش عارف محمد صلاح وبيقول لي ما هو جايب مش عارف 100 حاجه و50 جول. اقول له لا هو 163. يو ار رايت مش عارف مين، وراح بتاعه ومغير الرانكينج. يو ار رايت. فرحت داخل له بقى قلت له هو انت ليه المعلومات بتاعتك اوت ديتد؟ يقول لي اصل انا اخر داتا عندي في اخر 23. قلت له يعني ايه تبقى انجن بالمنظر دوت تشات جي بي تي قد الدنيا وانتليجنس وتقول لي انا المعلومات عندي واقفه في اخر 23 يعني من سنه؟ وهو اصلا بقى في الجابه عشان تعرف ان فعلا الموضوع خطر. راح في الاجابه قال لك از اوف اكتوبر 2024، وراح راصص الليسته اللي ما فيهاش محمد صلاح اصلا. ولما زنقت قال لي اصل انا معلوماتي واقفه في 23. ايلون ماسك لسه قايل الجمله دي. في الفاكتس لازم تراجع ورا، سواء لاهداف وات ايفر بقى او غلط انه مش ابديتد انف، لسه الموضوع فعلا التكنولوجي لسه قديمه، وهو مفيد جدا 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 في الاناليسيز.
وفي بقى حاجات كمان ديبر فيتشرز انك تديله معلومات انت فحتى في البيزنس تديله ارقام وتديله ترندز وتديله حاجات دي كلها وقول له حلل لي الارقام دي ويطلع لي بانسايتس او تقول لي كذا وقول لي دي نعملها ازاي. في شغلنا في الكرياتيفيتي وفي طبعا الجنريتيف بارت بقى كمان في الدرس هنا. بس بقول لك مهم قوي تشيك الفاكتس ودي يعني برضو ايه لمبه كده حمراء بتنور لنا. احنا لسه بنقول يا هادي مع الاي اي والماشين ليرنينج والبيج داتا والحاجات لسه بنقول يا هادي. فوي هاف تو بي فيري كيرفول بنستخدمه ازاي وفي ايه. بس هو بقول لك مفيد جدا. طب لا مهم خلاص يعني لا بديل عن او مش لا بديل بس لا مفر من انت تستخدمه خلاص. صح. ان هيجي مكان شغلانات ان هو قد ايه بيستخدمه النهارده. يعني مفيش مجال صح. ان ما يبقاش ضلع اساسي. بمناسبه انه هياخد شغلانات عشان انا ليا وجهه نظر في الحته دي وهياخد شغلانات وكتير. بس انا بقول لكم اهو يا رب يعني يطلع كلامي دوت صحيح. هو هيخلق شغلانات تانية ما كانتش موجوده. في مثلا لو النهارده بقت في وظيفه مهمه جدا اسمها برومبت انجينير. فالبرومبت انجينير دوت هو بيسال السؤال بالطريقه الصح وهيبدا يظهر فيها حاجات بقى شبه الكودينج شويه يحط ايه ما بين قوسين عشان ما يفهمش ايه ويحط كوما بعد ايه عشان فالحاجات دي كلها عايزه ناس. ده ابسط واحد البرومبت انجينير. لا وكل حد في مجاله يعرف بقى يبقى اجايل انف وفلكسبل انف ان مع التطور ده في الحياه شغلانته دي هيبقى شكلها عامل ازاي في وجود الشات جي بي تي والاي اي فيطور من نفسه من السكيلز بتاعته عشان يبقى بيجاري العصر واللي بيعمله قادر يعمله بشكل صحيح في الإيرا دي يعني. عايز اتكلم بقى انتوا طبقتوا ده تماما. التكنولوجي والانوفيشن از مين بيلر جوه مدينه مصر. انت عندك انوفيشن لاب والتكنولوجي بلايز ا بيج بارت والسمارت هومز وفي الكومباوندز وفي المشاريع اللي انت بتعملها. فبرضه عايزك تحكي لي ازاي في الريل استيت ممكن يبقى ده بيلعب دور كبير. بص انا خدته على مراحل لان خلي بالك اتواز تشالنجينج برضه. انت غصب عنك في شركه الطابع بتاعها والبرسبشن اللي متاخد عنها انها مش بعيده كل البعد عن التكنولوجي والانوفيشن والحاجات دي كلها. فكان الموضوع لازم يتعمل على مراحل وبحرص شديد جدا عشان ما تعملش كونفيوجن حتى داخليا جوه الشركه يعني. ابسط موف كانت ان احنا انشأنا ديبارتمنت اسمها ترانسفورميشن. فترانسفورميشن دي معنيه بالديجيتال بقى ترانسفورميشن وازاي كل حاجه تقدر تقلبها بيسموها رقمنه دلوقتي او ديجيتالايزنج يعني. انها تبقى الداتا موجوده وديجيتال سولوشنز وفي اوتوميشن اللي بيسموها دلوقتي اتمته انك اوتوميت ثينجز. فاوتوميتنج ثينجز بقى كمان ان في بروسيسز نبطل نعملها بالورقه وبالقلم وحتى الاكسل ما يعتبرش اوتوميشن يعني. انت في دلوقتي ليفلز ازاي كله شايف اللي هو بيسموها الاي ار بي سيستمز بتاعت الشركات. ففي الاخر اللي بيمانج الريسورسز بتاعتك والفاينانشالز بتاعتك في مكان واحد. وفي سي ار ام اللي هو الكونسيومر او الكاستمر ريليشن شيب مانجمنت دوت اللي هو علاقتك بالعميل ازاي تبقى كل حاجه انت شايف العميل ده مضى العقد امتى واستلم بيته امتى وشاف الاعلان بتاعك امتى ورياكتد ليه ازاي. كل بقى علاقتك بالعميل لدرجه شاف الاعلان امتى ورياكتد له ازاي. فكل ده بقى ده اوتوميشن. السي ار ام والاي ار بي دوت ده وده موجود اوريدي في مشاريعكم او يعني موجود عند الشركات كلها دلوقتي. لان ده بقى اساسيات. انا عارف ان انت انتربرينور من وانت صغير من وانت عندك 14 سنه وعملت حاجات كتير كانتربرينور. بس اول ما اتخرجت اشتغلت معاهم ودخلت الفاميلي بيزنس. كان عندك حريه الاختيار ولا عملت كده ازاي؟ لا في نفس الوقت يعني. طبعا انا زي ما انت بتقول كده من واحنا صغيرين. عارف بقول لك الاولاد الصغيرين لما تساله عايز تبقى ايه لما تكبر فاللي يقول لك رائد فضاء واللي يقول لك طيار واللي يقول لك ضابط والحاجات دي كلها. انا كنت بقول لهم رجل اعمال لاني مولود في عيله كده وشايف والدي كده وشايف عمامي كده. عمي الكبير اللي هو حماية في نفس الوقت فعلاقتي بيه بقى كمان قوية جدا وهو فعلا أبويا التاني يعني اللي أفضال كبيرة قوي عليا. هو سنة من غير بريشر بس في حتة توجيه كده من باب الحكمة يعني. اللي هو إيه عايز تشتغل بره اشتغل بس يروح لصص لك العيوب. عارف كده اللي هو توجيه غير مباشر يعني. فليه انت هتخش في اورجانيزيشن ضخمه جدا وعليك الصلاحيات تاني دي البريفيليجز بتاعت انك ابن العيله. انك تبص على الفاينانس تبص على الليجل تبص على الماركتنج تبص على السيلز تبص على الافتر سيلز تبص على الاوبريشن. ففعلا في وقت قصير جدا اتعلمت حاجات فهمت يعني ايه بزنس وفهمت الدوره ماشيه ازاي. خلي بالك دي بتبقى بشوفها انا النهارده بقى من شباب كتير جدا في المرحله الاولانيه الناس مش فاهمه برضو. هو اتعلم ده اللي دارس كمان خلي بالك ده اللي دارس بزنس اتعلم السايكل في الاخر برضو مرسومه في فلو تشارت. صح. مع ان في ناس من مدرسه تانية ان طلعوا يتمرمط بره ويتعلم ويرجع لي متودك وفاهم شويه. صح. فدي برضو مدرسه تانية. هي مدارس زي انت بتقول بس انا الفاليو رهيب طبعا بقول لك اللي شفته لما جربت بقى التجربه بتاعه توجيه عمي دي شويه ان فعلا ان فيري شورت تايم لقيت نفسي مثلا بعد 3 سنين شغل
انا فاهم، اعرف اقرا انكم ستيتمنت او فاينانشال ستيتمنتس بصفه عامه، اللي زي بالظبط اللي اتخرجوا في نفس الوقت مهندسين زي، فهو مش دارس فاينانس ولا اي حاجه، ودخل في منظومه في شركه كبيره وتعلم حاجات فيري تكنيكال وبدا يترقى في القصه دي كلها. بس تقعد تتكلم معاه مثلا بقى على بقول لك انكم ستيتمنت، بالانس شيت، كاش فلو بتاع، حتى هم كانوا بيقولوا انت اتعلمت الحاجات دي فين؟ ما احنا دارسين مع بعض وانت ما عملتش مثلا ماسترز بعديها ولا اي حاجه كده. فدي كانت بريفيليج كبيره قوي انك تشوف شركه كامله ويبقى عندك الصلاحيات انك تحضر مجالس اداره، تحضر اكزيكتيف كوميتيز، تحضر ميتينجز مهمه جدا، وبتشوف قرارات مصيريه في حجم اعمال ضخم جدا بيؤخذ. بعد كده بقى لما بقول لك تمرات تاني ورجعت قلت لا انا عايز ابدا ستارت ابس وعايز اجرب حاجه صغيره بتاع، بقيت فاهم يعني ايه تدور بزنس، فاهم عينك في وسط راسك، فاهم يعني ايه ضرايب، فاهم يعني ايه موظفين، يعني ايه اوفر هيدز، يعني ايه مرتبات طبعا. يعني ايه ما تحطش راسك على المخده بالليل غير وانت مطمن ان انت التزاماتك مستوفيه. فده كان فاليو كبير جدا الحقيقه. بس برضه on the other hand ان ممكن دخولك وانت ابن صاحب الشركه اللي مفروض عليهم طبعا. اللي محتاج تثبت نفسك عشان يشوفوا ان انت فعلا كويس، برضه مرحله بتحط عليك بريشر معين مش اي حد بيقدر يستحمله. بص ما فيش شك يعني، دي برضه دي هي كل حاجه فيها زي ما بيقولوا كده مميزات وعيوب يعني. انا كنت بحس بالبريشر ده بطريقه غير طبيعيه. خلي بالك بقى انا داخل اوريدي بالليبلنج بتاع ده عبد الله سلام اصلا. انا كانت بتتقال لي بقى في وشي في اول كام سنه دول احنا مستنيين عبد الله هيعمل ايه. خلاص بقى مش اتخرجت ودرست الهندسه العامه بتاعتك وطلعت الاول على المدرسه وعملت كل الفيلم ده، ورينا ده بريشر مرعب. كانوا بيسندوا لينا مسؤوليات كبيره بقى بعد مثلا سنتين ثلاثه، بقول لك بقى تبدا عظمك ينشف شويه، يديك يروح مديك شركه صغيره مثلا. الحمد لله بقول لك كان حجم اعمال كبير وشركات منبثقه من الشركه الام، يروح مديك شركه صغيره كده يقول لك ديرها من بابها. اوكي. كانت في ناس بتقراها ان ده دلع يا عم عشان ابن صاحب الشركه فمسكوه الشركه الصغيره ديت وبقى اسمه فجاه السي او بتاع الشركه ولا الشيرمان بتاعها. مسؤوليه هما انا دايما بقول هما كانوا حاسبينها ان دي كالكوليتد ريسك في الاخر. حجم اعمال الشركه دي في وسط محدود، حاجه مش كبيره، فالريسك فيها محسوب، وهو عارف انك مش هتتعلم غير لو رماك في البحر. خدت المسؤوليه دي وفي ايدك انت تبقى نعمه او نقمه بالظبط. هتعمل منها ايه وده هتبقى مقلب انت خدته ولا كانت فعلا. وانا بقول لك بقى انا فهمت الدرس. انا كنت فاكر بقى ان انا كده خلاص يعني عديت يعني، ولاقي نفسي بقى في حقل الغام مشاكل بجد وترجع لهم لك حل. وهو عارف اللي فهمته بقى وشفته في مواقف بتاع، هو موجود لو حصل مصيبه صح. بس هو مش هيتدخل، مش هيجي يقول لك دي تعملها ازاي ولما تقع في وريني نفسك، لان انت هو ده بقى درس بقى مهم جدا. انت فجاه بتلاقي نفسك بتبني مدرستك في الاداره. وفي نظريات كتير قوي تقول لك الفاميلي بيزنس بتبوظ عند الجيل هي العلم بيقول كده. العلم بيقول لك الجيل الثالث ده نقطه محوريه، وحاجه و80% ان لم يكن 90 لو انا مش يعني لو انا فاكر النسبه صح من الفاميلي بيزنسز في الجيل الثالث بيحصل فيها مشكله. بدانا فعلا في الاكسرسايز دوت نعمل فاميلي كونستيتيوشن زي دستور للعيله، ازاي تدير البيزنس وازاي بقى المصطلحات بتاعت الحوكمه، ازاي تفصل الملكيه عن الاداره وازاي. وبدا عمي يقول لنا حاجات ساعتها انا كنت في الفتره دي يا دوب بتخرج كان يقول لنا الجمله دي، يقول لك احنا اتولدنا رجال اعمال، احنا الاسره ديت اتولدنا كده الدي ان اي بتاعنا نكرييت فاليو ونفتح بيوت يعني هذه كلها. فانا مش عايزكم كلكم قاعدين في شركه واحده، الشركه الام الواحده، كل واحد يروح يزرع بذره تانية واحنا معاه يزرع بذره جوه فريم او الامريلا بتاعت الشركه فريم معينه. وبدانا واحده واحده بقى، دي الحكمه الشديده جدا 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 ان حتى الملكيات تبدا تحط لها خطه. فانا دايما كنت بقول لهم الدفى ده اللي هو كلنا مع بعض زي بعض بنفس النسب طول العمر، انا دايما كنت اقول لهم ده السيناريو الرومانسي. يا ريت يوتوبيان جدا، يا ريت، بس شئنا ما بينا. كان عمي يقول لنا الجمله دي بقول لك وشاهدناه وشفناه بعينينا، يقول لك انت هيجي عليك يوم هتخبط في واحد في الشارع انت عمرك ما شفته ومش عارف ده مين، وهو في الاخر يور سكند كازن او جيل رابع مثلا وقريبك، يقول لك انا ليا زيك. اعتقد ويعني الشكر والفضل لعمي وجيل عمي ابويا وعمامي التانيين في ان هم كان عندهم الجرأة والرؤيه ان هم، لان هو الموضوع فيه ايموشنز كتيره جدا، وكان في ناس تقول لنا ايه اللي انتوا بتعملوه دوت، انتوا بتدمروا الليجاسي والحاجات دي كلها. ولكن انا بظن ان لغايه النهارده الحمد لله في وئام شديد جدا ما بين هذه الاسره، لان احنا عرفنا ناخد الخطوات الجريئه بتاعت افصل دول، ادي دي للعيله ديت، هنا الملكيه خليها اكتر للفرع دوت ودول معاه بنسبه صغيره فما بيتدخلوش في الاداره. الحمد لله عملنا الموديل ده مره واثنين وثلاثه عبر ال20-30 سنه اللي فاتوا. فالنهارده بقى في قصص نجاح كتير
وبقى في شركات اكبر من الشركه الام اللي انبثقوا من تحتيها، وكل واحد عنده الفريدم كمان انه يشتغل في المجال اللي بيحبه وبالبيس بتاعه وبمدرسته في الاداره من غير ما يبقى في قيود كتير يعني. فالحقيقه دي حاجه حلوه جدا. كانت جيرني ثريه جدا جدا الحقيقه. ولكن سبت كل ده وطلعت سنه واشتغلت في حتت مختلفة وخدت تجارب مختلفة. ليه عملت كده او احتجت تعمل كده؟ معرفش يعني تسميه بقى طموح جامح او البريشر القديم بتاع طب يعني الراجل اللي اسمه عبد الله سلام الله يرحمه ده كان في جوايا حته كده I want to do more، عايز اكتر. فيجي حد من العيله عندك لو انت بتعمل ايه اللي بتعمله ده يعني واخد الموضوع سيريس يعني. انا في واحده من الستارت ابس دولت كانت شركه بتاعت دي اكشلي مش انا اللي بداتها بس يعني خدت الاوبورتونيتي يعني. بالعكس دي كانت شركه العيله بارتنر فيها بس شركه صغيره جدا. كنا بالعكس شركه العيله كانت دخلت بارتنر فيها تسبورت الانتربرنور صاحب الشركه، وهو فجاه ساب الشركه وغير الانترست بتاعته وجاله فرصه انه يهاجر بره فساب لنا شركه احنا كنا داخلين نسبورت فيها فجاه بقت على حجرنا. كانت شركه ايه؟ شركه لعب اطفال. اللي يضحك الشركه كان اسمها فان دايز. اوكي. فكنت دايما بقول لهم بعد ما خلصت التجربه بقول لهم كان نفسي اشوف فيها فان داي واحد يعني مش مهم الاس بتاعت فان دايز دي، انا كنت عايز فان داي واحد بس ده كان كل رجائي. كنت في سن لسه صغير، يمكن كان عندي 25 26 سنه مثلا في الوقت ده. وفجاه شركه في حجرك ومحدش مش بقى من باب حتى ان هم لا خلوا عبد الله ياخد التجربه، محدش فضيلك. ايوه بيديروا حاجات بقى اللي بتاكلنا عيش بجد والعيله معتمده عليها. مش وقت كل شويه تقعد تقول لنا اصل الصين غلت العربيه اللي بريموت كنترول 2 جنيه فيعني اعمل ايه. اعمل ايه. فدي كانت تجربه بالعكس استفدت منها طبعا ومن مشاكلها. انا الى يومنا هذا يعني القصه دي من قرابه ال20 سنه لغايه النهارده بأرجع الفضل للتجربه ديت ان اتعلمت فيها يعني ايه مسؤوليه بجد. يعني ايه بقول لك ما بتعرفش تحط راسك على المخده عشان عليك لايبيليتي وعليك مرتبات اخر الشهر. طبعا في شهر من الشهور بعت عربيتي علشان اوفي التزامات الشركه ومحدش يعرف من العيله. يعني انا زوجتي حتى لما بحكي ساعات القصه دي قدامها تقول لي ما انا ليه ما حسيتش في الفتره ديت ان ده كان بيحصل يعني. انا كنت بخش الحمام اقفل على نفسي الباب واقعد اعيط من كتر الستريس والستريس هنا جاي من انك هتخذل العيله كمان. فبس انت بينك وبين نفسك انت حاسس ان انا بتخذل العيله. وقعدت عشان اقفل التجربه دي قعدت بعاند يعني قعدت برضو لا هنجحها لغايه ما عمي مره جابني بقى انت خلاص مش هتخرج من النفق المظلم ده. اقفل الشركه. الدرس بقول لك المستفاد هنا مش كل حد يقدر مش كله. ساعات بيجي لي شباب يقولوا لي افضل في الوظيفه ولا ابدا ستارت اب. اقول له ما دام بتسال السؤال ده خليك في الوظيفه. لا ده حلو ولا ده وحش طبعا خالص بس كلنا مختلفين. كل حد ما شفنا ناس مكمله في الكارير وغيروا العالم. بقوا on top of influential organizations النهارده على مستوى العالم وفعلا مؤثرين في اقتصاديات العالم. عمره ما كان صاحب شركه ودخله قد رجال اعمال كتير جدا. فلو بنتكلم على الدخل وبحب لا ممكن يبقى دخله كبير وكل حاجه. انا بحب انك بتحكي القصه دي لان برضو مع الستارت اب سين وشكله الاتراكتيف جدا لكل الطلبه اللي بتتخرج النهارده عايز يبقى انتربرينور وعايز يفتح ستارت اب. لا اتس نوت فور ايفري ون. فدي حاجه مهمه قوي ان انت بتشارك القصه دي. عشان كده برضه مع بقى الستارت ابس في النص عملت شركه هدوم زي ما بقول لك، عملت شركه كونسلتنسي براندنج ايجنسي ميديا برودكشن في فتره يعني مهمه جدا وفجرت فيها طاقات رهيبه. ودي برضو من الحاجات هتلاقي حاجات كتير قوي وده درس مهم. انا قصدي اقول المعنى ده ان الواحد برضو يبقى عنده اوبن مايند لانه مش عارف ربنا هيوديك فين. ساعات الواحد بيبقى فيري ريجيد، لا انا درست كذا لازم اشتغل كذا، او لا انا حابب الاندستري دي مش هشتغل غير فيها. طب اشتغل في حاجه تانية لو دي مش ما جاتش الفرصه اللي انت عايزها. حط لنفسك بلان بس خليه عندك اوبن مايند. المرونه والفلكسبيليتي مهمه جدا. فانا عمري ما كنت اتخيل اشتغل في الميديا بس حصلت بصدفه غريبه جدا وفجرت جوايا حاجات وتعرفت فيها. هيش بقول لك sometimes كل اللي بتطلع بيه من تجربه انك اتعرفت على حد يغير لك حياتك بعد كده او يبقى سبب في انك تخش في الاندستري اللي كنت طول عمرك بتحلم بيها. عايز اتكلم على المرحله دي. احنا هنا برضو في البرنامج بنتكلم على اول $1,000,000 اول ربح من شركه كانتربرينور حصلت. في شركات نجحت وشركات ما نجحتش وشركات اتقفلت وشركات اتفتحت. احكي لنا عن اول $1,000,000 عملته كربح من انهي شركه وانت انتربرينور في انهي من شركاتك. اول $1,000,000 عملتهم في البورصه اصلا يعني في البورصه في البورصه برضه حاجه ما كنتش بتفهم فيها. وفعلا انا حطيت مبلغ بسيط جدا وقعد يتنامى وابيع واشتري تاني وخلاص المكسب ده واحطه في سهم تاني لسه فيه بوتنشال اكتر. وفي غضون يمكن سنه ونص او حاجه كده المبلغ البسيط دوت بقى $1,000,000 بروفيت. فانت بعت في الوقت المناسب على سعر وكيشت وكل حاجه
عملت ايه بالفلوس؟ حطيتها في فان دايز وخسرتهم وحطيت قدهم 4 مرات تانيين مثلا. اللي ما شفتش فيها فان دي واحد. في درسين هنا مهمين جدا، لان انا بقول لك رجعت خسرتهم تاني. فالدرس الاولاني ان الواحد برضو ازاي ما يبقاش متعلق قوي بالفلوس عشان وارد جدا انك تخسرها، انها تبقى في ايدك مش في قلبك. عشان لو اتاخدت منك تحسش انك قطعت حته من لحمك الحي. طب نقعد نسمع قصص كده يقول لك خسر في البورصه كام فانتحر. في ايه؟ عادي تشتغل تاني وتبدا من الاول وتجيب زيهم. فالمعنى ده بقول لك مهم قوي. وان تاني بقول لك واحنا شباب، انا ما انساش مره كنت اشتريت كتاب كده برضه اباوت استراتيجي بتاع، فبيقعد يقول لك انت عايز تبقى فين كمان 5 سنين وعايز الانكم بتاعك يبقى كام، بيساعدك ازاي تحط لنفسك جولز. فكان برضه اول حاجه كده انا عايز مش عارف ابقى في السنه بعمل كام مليون ومش عارف مين والحاجات دي كلها. بي فيري كيرفل ان ما تبقاش ده الهدف. انت لو مش شايف غير اول 1,000,000 جنيه واول 5 مليون جنيه او الملايين دي هتعملها تاني ازاي، ممكن تلاقي نفسك بتاخد قرارات خاطئه او بتلوز فاليو رهيب او بتلوز فرصه انك فعلا تعمل ليب في حياتك لانك مش شايف غير دي بس. فانا بقول دي ليه؟ لان بعد المليون الاولى ديت ممكن تسالك طب الثانيه عملتها امتى؟ عارف هو سنو بول افكت كده، زي كره التل كده، تراكم حاجات، وبعدين فجاه تلاقي نفسك في سنه عملت قد ال10 سنين اللي فاتوا. بس بسبب ال10 سنين اللي فاتوا ما كانتش هتيجي حصلت فيهم. ما كانتش مش ضربة حظ. لا طبعا مش ضربة حظ بتاعت ده. انا تاني شبه على فكرة كان درس مهم قوي. انا لو كان ال1,000,000 جنيه بتاعت البورصة دي كملت معايا كنت هصدق نفسي، وانا كنت لسه اتعلمت حاجة. طبعا. عايز اتكلم على مرحلة مهمة قبل ما بدأت الريل استيت، قبل حتى مدينة مصر. انا عارف انك بدأت كندا. عايز اتكلم على مرحلة مهمة قوي هي كندا. انا علاقتي في كندا بدأت حوالي 2009. كنت بروح اقعد فترات كده وارجع. المين شغل بقى اللي عملته هناك كان ريل استيت. اوكي. من باب اني مش عايز اشتغل فول تايم جوب، فبدات اقول ايه طب ما تنفست في ريل استيت شويه. فبدات كده بورتفوليو، عملت شركه صغيره هناك. والله. وكان اسمها مينكا انترناشونال. اللي بعد كده رجعت مصر عملت مينكا في مصر. عملت شركه اسمها مينكا انترناشونال. اشمعنى اختيار الاسم؟ اي حاجه منك يا رب وليك يا رب. فكنت عايز احفظ نفسي المعنى ده في البيزنس. فقلت انا هسمي الشركه مينكا. ودي كانت اول علاقتك بالريل استيت؟ دي اول علاقتي بالريل استيت. فالحمد لله فجاه 2 years تايم الدنيا مشيت كويس. وراح واقع تحت ايدينا عقار اندر كونستراكشن، وصاحبه اللي بيبنيه مش عايز يكمل. ففعلا في عرضه بسعر لقطه. فراح عرضه عليا تاخد العقار دوت وتكمل انت بقى بنا. ففجاه ايه اللي هو ايه، حولت من ديفلوبمنت على خفيف. وانا ساعتها برضو حاسس ان ايه يا عم هي عماره حاجه يعني دي اوبورتيونيتي، فرصه البتاع سعره كويس، وهي عمارتين اكشلي اتاتش لبعض كده. فنخلص من القصه دي ومش هنخش ديفلوبمنت ده تاني يا جماعه. عملنا العماره دي، دقت طعم الديفلوبمنت وحبيته. عجبني الديفلوبمنت جدا. شفت فيه ادد فاليو تاني خالص. انك تكريت ارض فاضيه ديت وتطلع منها حاجه طبعا. والناس تشوف البرودكت النهائي وتقعد بقى انا بحب بقول لك الانوفيشن. فيقعد يقول لك تقعد بقى تانوفيت في السيرفيسز وفي حاجات تعملها. فدقته في العماره ديت، ورحت مشتري ارض قريبه جدا من نفس العماره ديت، وعملنا ديفلوبمنت تانية، بوتيك ديفلوبمنت صغيره كده. كان مشروع اسمه كنزينجتون. وبعدين لقيت دي بقى بدايه علاقتي بمدينه مصر. يعني لقيت واحد صاحبي هو بورد ممبر في مدينه نصر ساعتها. فهو كلمني قال لي مش عايز ارض. قلت له لا يا عم انتوا اراضيكم كبيره وانا مش قد القصه دي كلها. قال لي لا احنا بنبيع دلوقتي اراضي اصغر شويه، فتعالى شوف واعرض علينا لو عندك فكره حلوه. قال لي احنا البورد ساعتها، انا عشان كده كلمتك، البورد بيدور على يانج ديفلوبرز ياخدوا اراضي صغيره يعملوا كونسبتس جديده، لان هي دي الفكره، احنا عايزين كونسبتس جديده. قلت له عندي طبعا افكار، لو عايز افكار اجي لك. رحت قابلته هو ورئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب انذاك، ورحت اعرض عليهم الفكره. فساعتها راح قايل لي انا عايز المشروع دوت في الارض عندنا، شوفوا الراجل ده عايز ايه واعملوه له. قعدنا نتفاوض شويه على التيرمز بتاعت الارض، واشتريت منهم ارض صغيره 3000 متر وعملنا عليها فكره مشروع. السنه اللي بعديها على طول لقيتهم بيكلموني تاني. كل ده انا منكا وهم مدينه نصر شغال على مشروع اشتريت منهم ارض صغير. لقيتهم بيكلموني السنه اللي بعديها مش عايز ارض تانية. ثم بس نخلص طب الاولانيه. لا اب بقى على وش الدنيا واعمل كومباوند بتاع ال 3000 دي. كانوا عاملين عليها كومبلكس صغير، مبنى واحد برضو كده على قدنا وبتاع. لي بقى خد بقى ايه عندنا حته ارض كده ايه، خش بقى في ال20 وال30 فدان واعمل لك ايه بوتيك كومباوند كده صغير وبتاع. قلت لهم موافق لو
كو ديفلوبمنت. انا مش هجبس كل الريسورسز اللي معايا في داون بيمنت في ارض والاقي نفسي مسحول وراء اقساط الارض والقصه دي كلها. احنا لسه برضو شركه الحمد لله كان بدا يبقى لنا، بدانا بنكبر وبدا يبقى لنا سمعتنا الحمد لله سمعت جامد جدا في السوق. هي قلت لهم بس انا مش هقدر غير كو ديفلوبمنت. فساعتها المهندس حازم راح لي ايه وانا موافق. لقيتهم بيكلموني قالوا لي احنا المهندس حازم بركات قالها لك اوت اوف حماسه لان هو فعلا عاجبه المشروع، بس احنا وي ريمايندد هيم ان احنا كنا لسه واخدين قرار مجلس اداره نو مور كو ديفلوبمنت، يعني نبيع الارض يا نديفلوب احنا. فوي ويل نوت بي ايبل تو كو ديفلوب. قلت لهم شكرا فرصه سعيده، انا ما كنتش اصلا يعني ذات كين يعني. طب ما تدينا اوفر. ادينا اوفر. انت خسران ايه؟ قلت لهم خلاص هديكوا اوفر على قد امكانياتي، يعني هحط داون بيمنت كده صغير وبعدين جريس بيريد كده شويه وبعدين نقسط الباقي ازاي. فرحت اعمل لهم اوفر. لقيتهم بيقولوا لي بص احنا موافقين مبدئيا بس نزود الداون بيمنت شويه ومش عارف نعمل ايه وبتاع. قعدنا نانجينير فيها وانا ما اعرفش جبت الجرأه دي منين. وانا منكه دي معايا شركه فيها والدي واخويا دخلت وخلصت ومضيت وسبت لهم شيكات وكل حاجه. وبعدين رحت قلت للعيله قلت لهم انا اشتريت ارض. لا قلت لهم قبل ما الخبر ينزل في الجرايد لان مدينه نصر ساعتها بابليكلي تريدد برضه فلازم تنشر كل اخبارها. قلت لهم بس الاسبوع الجاي نازل في الجرايد. والدك ولا لاخوك ولا لحد وانت بتخلص خدت القرار ده بقى الريسك تيكينج بقى اللي بنتكلم عليه ساعات. يعني شفت اوبورتونيتي معينه وحسيت فعلا ان دي ممكن تعمل لنا ليب لمنكا كبير جدا. وقد كان وكان في 2020 كان في 2020 اول 2020 and we grew it لحد ما السنه اللي بعديها كلموك في مدينه كلموني نصر. بقى بس فور توتالي ديفرنت ريكويست. عبد الله احنا عايزينك سي او مدينه نصر. فانا ساعتها قلت لهم يعني انا مش بدور على شغلانه، انا عندي شركتي واحنا برايفت سيكتور ومش you didn't see it coming خالص. عمري ما فكرت في السيناريو ده كده بس كان في حته جوايا كده وكأن هاتف كده ان something will happen. يعني الموضوع مش هيقف هنا يعني. 31 اكتوبر 2021 لقيت نفسي في المكتب في 4 شارع يوسف عباس في مدينة نصر leading one of the oldest and biggest development companies in Egypt ولا الفخر. وتشالنج كبير جدا وبدأت أحلم احنا هناخد الشركة دي ونروح فين. وقد كان حاجة. بص هو ده تاني برجع أقوله اللي كنت بقوله لك. ممكن يجي عليك سنة تعمل فيها قد 10 سنين اللي فاتوا. keep going ومانوفر وخلي عندك اوبن مايند وخلي وشوف ربنا هياخدك فين وخليك كده ريزيلينت وعندك مرونه وما تنشفش دماغك. you will see wonders. انت مش متخيل ربنا هيعمل معاك ايه وممكن المواضيع تروح في السكه شكلها عامل ازاي. ورجعت لعبد الله بتاع زمان اللي محتاج يثبت نفسه والبريشر اللي عليه ان انا قد هذه المسؤوليه ولا لا. ايه نوع البريشر او شفت التجربه ساعتها وانت داخل مكان يعني اسهل انك تعمل حاجه وتبتديها فروم سكراتش من عن انت تخش في مكان بقاله سنين وتغير وتشقلبه وكل هذا الكلام. كنت حاسس بايه كمسؤوليه وكفيجن لهذه الشركه لو اول ما دخلتها؟ الشركه دي رمز من الرموز الوطنيه، لها بصمه في النسيج العمراني في مصر بمعنى الكلمه. هي اللي بنت حي مدينه نصر، فهو اكبر حي كمساحه من احياء القاهره بيسكن فيه قرابه 3 مليون واحد. فانت بتتكلم في حاجه عارف هرم، يعني انت بتتكلم في حاجه. فالبريشر بقى مش بس عبد الله ويحافظ على سمعه العيله واسم جده، لا ده انت اللي هو مصر امانه في رقبتك يا رأفت، عارف كده اللي هو انت في حته تانية خالص يعني. بس انا هقول لك بقى تاني مع السن وزي ما بيقولوا كده التجربه والدروس اللي الواحد ربنا علمها له along the way. انا اتعلمت زي ما بيقولوا بقى the hard way and the easy way and the nice way and the bad way، كل حاجه ان هي مش بشطارتك. اسعى، خد بالاسباب، عامل الناس. دي مدرستي بقى في الاداره، ان ازاي تعامل الناس اهم من اي حاجه تانية. لانك لما تكون سوبرمان لو الناس ما بتحبكش وما بتديش كتف معاك ومش هم اللي بينجحوا وهم اللي بيديروا وهم اللي هم اصحاب النجاح ده. انا اي ليد، انا بانسباير، انا بحط فيجن. فبدون فلسفه والله يا بسيوني ما كنتش خايف، لاني كنت بقول لك خلاص وصل لي الدرس. هي مش بشطارتك اصلا، انت اعمل اللي عليك وشوف ربنا هيعمل معاك ايه. عايز اتكلم على شارك تانك. طبعا يعني بقول لك تجربه ثريه جدا جدا جدا. ومن الواضح انك مبسوط ودخلت في انفستمنتس كتير وعامل معاهم شغل كويس، وهنتكلم النهارده مع ذات والامباكت اللي عملته. فمبسوط بالتجربه ومبسوط باللي بتعمله من الشباب، مبسوط من الشباب اللي بتشوفهم. بص مهما اقول لك يعني انا بالعكس بدات ابقى اناني شويه في الحته دي، لان ده بيعمل فولفيلمنت غير طبيعي انك تحس انك بتاخد بايد حد.
تاني انا بتعلم منهم كتير جدا والله، مش بقولها اوت اوف تواضع يعني. لان تاني ده جيل جديد بيتكلم لغه تانية، بيفكر اسرع مننا بكتير جدا، طموحه في حته تانية خالص. انا بقولها للشباب كتير جدا، بقول لهم هيجي علينا يوم الجيل بتاعنا اللي انتم متطلعين له ده وحاسين ان احنا جامدين قوي ده، احنا هيجي لنا وقت not very far away هنضرب كف على كف من الاعجاز اللي انتم بتعملوه. احنا هنبقى مش فاهمين انتوا بتعملوا كده ازاي. I think تقريبا معظم الحاجات اللي انا دخلت فيها النهارده 3 و4 و5 اضعاف عن ما لما طلعوا عن شارك تانك. ده طبيعي في الستارت ابس، بس في منهم بيلبس، فانت يعني الافريج بقى بتاع الحاجات دي كلها. بس هي طبيعي لما الستارت اب لسه صغيره انك تقدر تعمل مالتيبلز اسرع شويه. بس بقول لك حماس وطاقه وافكار وريزيلينس ويعني اصرار. انا بقول لك انا بقيت مدمن الاحساس بتاع الطاقه اللي بتاخدها منهم ونظره الحماس اللي بتحسسك you have to keep going. هاخد من كلامك على حته الامباكت والتاثير، وانك حته انك بتعمل فرق، دي حاجه بتفرق معاك قد ايه، وزي بتقول بقيت بتدمنها انك عايز تحس هذا الاحساس. فعايز اتكلم على رسم مستقبل اولادك. انت برضو فلسفتك فيها مرتبطه بالدين بشكل ما، متاثر ومترسخ فيها بشكل قوي جدا. ازاي بتنقل ده لولادك؟ وهل بتتعامل مع الجيل الجديد هم بأفكارهم اللي يمكن تبقى مختلفة لو ما اتفقتوش في الرأي في أمور معينة ليها علاقة بالفلسفة اللي انت راسمها لنفسك؟ ايه المستقبل وشكله اللي انت راسمهم لهم، وبتتعامل معاهم ازاي هذا الجيل أولادك شخصيا؟ يعني عندك مسؤولية، انت انسان بشوش، تبقى رحيم بالناس فوق ده كله. يعني لو ما بعلمهمش غير حاجة واحدة، او لو ما عنديش غير حاجة واحدة هقولها لهم هم حافظينها: ربنا أهم وأعلى وأحب من أي حاجة. حط ربنا قدامك في كل حاجة، حياتك هتبقى زي الفل. حتى لو معكش، حتى لو الظروف صعبة شوية، خليك مع ربنا، الجأ لربنا، امسك في ربنا. انت اللي هتحقق حلمك. أنا هنا فور سبورت، زي ما أهلي عملوا معايا شوية. احنا هنا لو حصل مصيبة، لكن غير كده ارسم طريقك، ارسم يور اون سكول اوف مانجمنت. عايز تشتغل في اندستري، عايز تطلع ان شاء الله تطلع روائي وتكتب كتب وتفيد الناس، يعني رزقك هتاخده. ويعني خليك طموح. انا دايما بقول لهم خليك طموح، احلم لاقصى مدى، خلي عندك طموح انك تبقى عايز تبقى معاك وعندك ومؤثر والحاجات دي كلها. بس في الاخر ارسم طريقك بنفسك. ويبقى دايما النصيحة الاولى والاخيرة ليهم: ربنا قبل اي حاجة. آخر سؤال ليك، نفسك تشوف مدينة مصر فين كمان 10 سنين؟ نفسك تشوف عبد الله فين كمان 10 سنين؟ والليجاسي اللي نفسك تسيبها؟ مدينة مصر فين كمان 10 سنين؟ واحدة من أكبر 500 شركة في العالم يا رب إن شاء الله. we can do it. we grew في ال3 سنين اللي فاتوا دول 20 ضعف، 40% كومباوندد كل سنة على حجم أعمالك. بعد 10 سنين تبقى من أكبر 500 شركة في العالم. وأنا اللي محمسني قوي للهدف ده إن لو إحنا نقدر نعملها كمدينة مصر، أنا بقول لك في 100 شركة في مصر والوطن العربي يقدروا يعملوها. فساعتها نبقى اقتصاديات يتسمع لها، نبقى اقتصاد مؤثرة في العالم بمعنى الكلمة، ونبقى فخورين وبجد يبقى لنا أثر حقيقي في العالم مش بس في بلادنا. فده مدينة مصر حلم بالنسبة لي، شايفه زي ما أنا شايفك كده، وشايف إن إحنا إن شاء الله نقدر نحققه يا رب. تبقى فين كمان؟ أنا فين كمان 10 سنين؟ I'm very curious. أنا عندي الأوبن مايند ده. I am very curious. I'm sure إن ربنا هيبهرني. You'll keep curious. إيه الليجاسي اللي نفسك تسيبها؟ آخر سؤال. بحاول تاني أي حاجة من اللي أنا قلتهم دول يا رب الناس تقول لك الراجل ده كان مفيد. بحكي دايما إن أنا عندي كده personal هدف، حلم كده. أنا مريض سكر وبتعاطف جدا مع مرضى السكر، يا إما العلاج أو رفع المعاناة عن مرضى السكر، لأن أنا مش طبيب ولا في المجال ولا أي حاجة. فده حلم كده on the side دايما بحب أقوله. بس بقول لك في الحتة الليجاسي دي بحاول، ودي صعبة جدا ويعني ربنا يعين الواحد عليه، بحاول أربي نفسي إن ما يبقاش ده الهدف. إن إيه الليجاسي اللي هتسيبها يعني. لو شغلت نفسك بالليجاسي والناس هتقول عليا إيه، ولو ما عملت، وتبدأ بقى تلاقي نفسك مركز في كل حاجة أنت بتقولها وبتعملها علشان ما يقولوش عليا كذا، ولا عشان يقولوا كذا، عشان الليجاسي تبقى كذا. فبحاول على قد ما أقدر ما اشغلش نفسي قوي بالحتة ديت. يعني أنا بقول لك كده اللي بتمناه ان يعني بعد رحلة الحياة طالت ام قصرت، الناس تذكرني بالخير. ده اكيد، انا متأكد من ده. مبسوط اني قعدت معاك للمرة التانية وقلت كلام ما قلتوش قبل كده، وبتعلم منك دايما وبستفيد من اللي بتقوله. اتمنى الناس تتفرج علينا هنا واللي هتشوفنا اونلاين تبقى برضو حاسه بده. for 10 minutes هناخد Q&A. نقصد ترغي شوية عشان ازنق الوقت بتاع Q&A ده عشان ما تزنقش بس. أنا دلوقتي بتعلم الويب ديزاين وبحاول أتعلم ماركتينج وسيلز.
بس دلوقتي انا حاسس ان انا مشتت في كذا حاجة ومحتاج اركز في حاجة واحدة، وببقى في وقت يعني مثلا ببقى جامد وبعمل اللي عليا، بعدها وقت تاني خلاص ولا بعمل اي حاجة، ببقى يعتبر بيرن اوت. بص يعني موضوع التشتت دوت موضوع منتشر جدا 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 مؤخرا، وكلنا بنقع فيه تاني مش الصغيرين بس. ما تجلدش نفسك لما تقع، يعني هيجي لنا كلنا على فكره، ده في كل حاجه، في 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 في, في مودك النفسي، في علاقتك بربنا، في البيزنس، في الحاجات دي كلها، كل حاجه يعني. حتى في الدين كده يقول لك الدين في يعني او علاقتك بربنا في زياده ونقصان، او ان لم تكن في زياده فهي في نقصان، فهي على طول متغيره. فانا دايما حتى بستشهد بدي، فاقول لهم في البيزنس ان لم يكن في نمو فهو في انكماش. فتاني علمونا بقى في الهندسه في حاجه اسمها upper control limits و lower control limits. طالما حط لنفسك limits للاحباط وليميتس للحماس، طالما ما خرجتش بره دي انت تمام، ما شطتش، وطالما انت ما وقعتش عن دي انت تمام. فانت محتاج purpose، محتاج هدف، انا بعمل ده ليه وعايز اروح فين، وشويه طاقه، وانتوا في الشباب عندكم الطاقه دي، وسمول سيمبل ستيبس، ما تستعجلش، خطوات صغيره ورا بعض بسيطه، هتلاقيهم بيتكوموا على بعض، هتخلص مهمه من اولها لاخرها، مش هتصدق نفسك من الاحساس اللي هيبقى عندك. ممكن اتفضل. في ميزه عند حضرتك انك بتقدر تعرض فكرتك مهما كانت ايه هي. كنت عايز اعرف ازاي لما يبقى عندي فكره اقدر اعرضها، بحيث مثلا انها في الجامعه بيطلبوا لو حد عنده فكره، وانا فعلا بيبقى عندي فكره بس ما بقدرش اعرض الفكره دي زي ما موهبه دي عند حضرتك، فازاي اقدر اقويها عندي او اقويها عندي؟ طيب هقول لك 3 حاجات سريعه. في واحده منهم فيري بيسك، في اونلاين كورسات برزنتيشن سكيلز، يعلمك شويه حاجات كده، ايه اللي المفروض تعمله، وتبص للناس في عينيها ازاي، والبودي لانجوج بتاعك يبقى شكله عامل ازاي، وفي كميه كونتنت برضو ازاي تعمل برزنتيشن امباكتفul او مؤثره، الفيجوالز فيها تبقى شكلها عامل ازاي، عدد التكست فيها يبقى كتير ولا قليل. ففي كونتنت اونلاين، حاول على قد ما تقدر لو الموضوع ده فعلا عندك تحدي فيه كده. فدي الحاجه الاولانيه. الحاجه الثانيه، حب الموضوع. عارف الممثلين ساعات يقول لك كده، اللي هو تقمص، حبيت الشخصيه فتقمصت الدور فاديت كويس. صح. فانت حبب نفسك في الموضوع. الحاجه الثالثه، هيحصل ايه؟ فدرب نفسك في الحته دي شويه، ان خايف من ايه، هيحصل ايه. الناس على فكره اطيب بكتير من الواحد متخيل يعني. فيعني تلاقش. بشكرك وميرسي على وقتك، وبشكر الجمهور، ولينا مقابله تانية قريب ان شاء الله. انا اللي بشكرك. يا شباب ميرسي جدا ونورتونا جميعا. تعالى نتصور انا وانت. شركه دخل معاها عبد الله سلام، وهنشير القصه بتاعتهم وايه اللي حصل. فرحبوا بيا بشركه ذات بآلاء محفوظ ووليد فؤاد. آلاء ازاي؟ اتفضل. ازيكم؟ الحمد لله. الحمد لله. هبدأ بآلاء اسكندرانية. أيوة. زيي. فبرحب بيكي جدا. وانتي الكو فاوندر بتاعت ذات. ايوه. في تشابه كده في قصة ذات، مع بتفكرني شوية بسكند شانس في فايندينج علا. في تشابه كده، انك بدأتي حياتك بعد ما اتجوزتي وخلفتي واتطلقتي وبدأتي سكند شانس. فاحكي لي كده اوجه التشابه، او ليه بدأتي ذات. هو الحقيقة ان انا الجيل بتاعي ما كانش فيه وعي كفاية زي دلوقتي على فكرة الاستقلالية المادية للست. حتى لو هي متجوزة، حتى لو اهلها، يعني طبعا اهلي احسن ناس في الدنيا وبجد نعمة كبيرة جدا في حياتي، بس ما فيش أي تعارض ما بين حد يبقى loved and supported وفي نفس الوقت يفكر في الاستقلالية المادية، لأن ده بيدي حرية على مستوى مختلف. صح. يعني فأنا عشت وقت طويل جدا في حياتي ما جاتليش خالص الفكرة دي، يعني لحد ما وصلت بقى المرحلة إنه أنا إزاي أصلا ما كنتش بفكر نفسي كل ده بالظبط. for يمكن 30 something years ما عملش، يعني ما كنتش أعرف يعني إيه أعمل فلوس أبدا. وكنت في مرحلة في حياتي إنه لا، اتحطيت في موقف إنه لازم أبقى أنا اللي متحملة مسؤولية نفسي، وأنا عندي بنتين. فالحتة دي شبه فايندينج علا. عملتيها إزاي إنك ما عندكيش أي خبرة، ما اشتغلتيش قبل كده وقررتي تفتحي بيزنس؟ عملتي إيه؟
الحقيقه انا طبعا كنت خايفه جدا، والوقت ده كان عندي سيلف داوت فظيع انه يعني ازاي هتعملي كده. بس يعني ما كانش عندي كذا اوبشن الصراحه. at this age لو حتى هتعين في شركه هفكر اشتغل حاجه تانية هتبقى حاجه صعبه جدا، ما حدش هيدي فرصه لحد كده. يعني من كتر الاوفر كده حطيت لنفسي بلان انه اخد خطوات صغيره بحيث انها هتفرق على اللونج ران. اعلم نفسي ازاي، كتب بقى كتيره، بودكاست كتيره. انا عايزك تحكي للناس ذات بتعمل ايه بالظبط، واخترتي ليه المجال ده بالظبط تحديدا. انا الحقيقه دي اكتر حاجه انا بحبها. يعني في الوقت ده وقفت طب انا بفهم في ايه، انا بعرف اعمل ايه، انا شاطره في ايه. فانا سكين كير ده هوس عندي طول عمري. كريمات بقى بالهبل وحاجات بقى لكل حاجه وانجريدينتس. وانا اصلا بابايا صيدلي، وبابايا كمان مش صيدلي اللي هو بيبيع دواء، لا انا بابايا بقى فورميليتر، يعني تركيبات. وفي اسكندريه معروف قوي يعني ناس تروح تشتري تركيبات معينه من عنده، واحنا عايزينك تعملي تركيبه لكذا، وبيستمتع قوي في المعمل. فانت شاربه الحكايه من حد يعني بالظبط. يعني كنت بحب القصه دي قوي، وكنت اقعد اشتري بقى حاجات مثلا ميديكال كريمات واحطها على بعض ودي حاجه بعملها من زمان جدا، من وانا ممكن في ثانوي. وصحابي كلهم عارفينها، وساعات كتير يسالوني طب احنا عندنا اكني، طب عندنا حبوب بتطلع في كذا، طب نستخدم ايه. فلما وقفت كده اكتشفت ان دي فعلا اكتر حاجه انا شاطره فيها. يعني اقدر اقول ان انا متميزه اكتر فيها. عملتي ريسيرش، بداتي ازاي؟ هل خدتي الفلوس من اهلك؟ يعني البدايه تمت ازاي؟ اول حاجه انا لما عرفت انا عايزه اعمل ايه بقى، هو ده الحاجه اللي انا عايزه اعملها. ما عنديش طبعا خبره ولا في بيزنس ولا في اي حاجه، ولا اعرف اصلا المجال ده بيتدخل ازاي. الحاجه اللي كانت عندي الصراحه وكانت مميزه فيا ان انا عيلتي عندهم صيدليات وبيشتغلوا في الاندستري دي. فقعدت مع بابايا اخويا الكبير، اخدت منهم ارقام كل الناس اللي هم يعرفوهم بيشتغلوا في الاندستري دي. مش سبلايرز، ناس بيشتغلوا عندهم شركات كوزماتكس شبه كده. جبت كراسه كده وكانت فيها كل اسامي الناس دي وارقامهم. حاجه طبعا يعني كانت بالنسبه لي مرعبه جدا ان انا اكلم حد ما اعرفوش اصلا، اقول له انا عايزه اشتغل كذا وعايزه حضرتك تفيدني بخبرتك مثلا وكده. وفي ناس بصراحه ساعدوني كتير، يعني انا بشكرهم جدا. فضلت كل يوم اقول طب من كتر ما انا مستثقله الموضوع ده هعمل 3 تليفونات اكلم بقى ناس. في ناس كانوا بيستوردوا يقولوا لي بيستوردوا ازاي، او ناس بيصدروا يعني في كل المجالات. فخدت فكره بصراحه كويسه عن السيستم بيمشي ازاي. وبداتي باني برودكت او ايه اول كانت حاجه عملتيه؟ انا اول حاجه عملت 3 برودكتس اللي هم انا شايفه انهم اسينشال او بيشتغلوا يعني اكتر حاجه بتتباع. ووقتها اخدت فلوس من السيفنجز بتاعتي، من يعني السيفنجز بتاعتك. يعني حاجات بقى كنت بفكر انه للبنات وبتاع. وبعدين قلت طب يعني انا معايا فلوس بس مش بعمل حاجه في حياتي، يعني مش بعمل حاجه في حياتي، فهتفيدني في ايه؟ صح. فبدات ب3 منتجات. ب3 منتجات ابتديت بيهم، وابتديت الاول اونلاين. وما كانش طبعا يعني عندي ريسورسز رهيبه، يعني حتى اللانش بتاعهم كان يعني كنت رايحه لللايف كوتش بتاعتي كانت عندها سايننج البوك بتاعها نبيل الجندي، وخدت معايا باكج افرجها لها وبتاع. وهي يوميها بقى مسكت الموبايل وصورت، وناس كتير عندها. ومن ساعتها بقى انا وانا راجعه، يعني كنا في الساحل وانا راجعه في العربيه ابتدت تيجي لي اوردرز. ما في ساعتها على طول وانا ماسكه المسج اقول الناس دي بتطلب ليه؟ انا مش فاهمه. يعني انا برضه لحد وقت اللانش I was doubting myself برضه يعني. بس طلع ايه المنتج هو اللي حلو؟ هل شويه ماركتنج في الاول اللي نفع؟ الاول بس الناس عرفت ابتدت تجرب. الحمد لله المنتجات كانت الحمد لله حلوه. انا برضو اشتغلت كتير على. انت اللي كنت شغاله عليه؟ انا اشتغلت على الفورمولا طبعا. وقعدنا عملنا بقى سامبلز وجربنا ورحت لكذا مصنع وكان مهم عندي جدا الكواليتي. يعني احنا بنسال هنا في بيوند تانك السنه دي مركزين على اول $1,000,000 جنيه. اول $1,000,000 جنيه ربح عملتيه من الشغل. انت بداتي سنه 21. فعايز اتكلم على اول $1,000,000 ده حصل ازاي؟ وصلتي له ازاي؟ بص هو ما جاش بسهوله يعني. اكيد اكيد. بس طبعا انا قعدت يعني سنه يمكن لسه بحاول بقى ان الناس تعرف البرودكتس. وكنت شغاله اونلاين. كنت بتعملي كل حاجه ولا كان معاكي ناس ولا كان؟ لا كنت بعمل كل حاجه. كل حاجه. يعني انا بصنع اصلا في مصنع
يعني عملت كونتراكت مع مصنع. الحاجه جت من المصنع عندي في البيت، يعني في الصالون بقى كده وفي الليفينج حاطه البوكسز. كنت بفولفل الاوردرز بنفسي. في الاول كانت الاوردرات قليله، كنت باخدها انا واديها شركه الشحن دروبت اوف. وبعدين لما الاوردرز ابتدت تكبر هم يجوا لي البيت ياخدوا الشحنات من عندي. شويه شويه بقى الدنيا ابتدت تكبر. رحنا وير هاوس. والصراحه اللي ساعدني اعمل البروفيت يعني I have to say ان انا ما كانش عندي برضو اوفر هيدز كتيره. كنت بستخدم دايما الريسورسز بقى، يعني الوير هاوس بتاع والدي، حاجات كده، وبعمل كل حاجه بنفسي. يعني قرار ان انا اهاير اول حد ده كان صعب كده. كان بعد يمكن بعديها بسنه يمكن يعني يعني قعدت وقت كله السوشيال ميديا والاونلاين. كنت ساعات بهاير فريلانسرز يعني حد يشتغل معايا على ماركتنج ايجنسي، مش يشتغل معايا على كامبين معينه. بس في الاساس البيرمننت كنت انا. التكنولوجيا لعبت دور؟ هل بتفهمي في التكنولوجيا؟ هل علاقتك بيها ايه؟ عشان برضو مهمه. علمت نفسي برضو يعني. برضو علمت نفسي برضو لانه كان مهم بقى افهم برضو الالجوريثمز بتاعت السوشيال ميديا بتشتغل ازاي. ايه الدور اللي التكنولوجيا بتلعبه برضو؟ لان احنا برضو وجود فودافون بيزنس في بيوند تانك بنتكلم عن التكنولوجيا وان الدور اللي بتلعبه في العصر اللي احنا عايشين فيه ده اللي لا مفر منه في بيزنس. ازاي البيزنس عندك مثلا؟ من اول الحاجات اللي عملتها مثلا ان انا عملت ويب سايت. الداشبوردز مثلا بتاعت الويب سايتس كانت بتديني مثلا انسايتس خرافيه مستحيل اعرفها لوحدي. يعني المناطق اللي بيطلب فيها البرودكتس، الناس شكلهم ايه، الكاتيجوريز بتاعت انا برضو وقتها ما كانش عندي بقى استراتيجي واضحه ان انا بتارجت كلاس معين، او ما كنتش عامله الهوم ورك ده قوي. فطبعا الداشبوردز دي كانت بتسهل جدا التراكنج بتاع المناطق، الناس شكلها ايه. يعني الحاجات دي بجد انا مش عارفه الناس كانت بتشتغل ازاي قبل طبعا. والمليون جنيه الاولانيه اتعملت امتى تفتكري؟ امتى عملتي فلوس حقيقيه وقلتي البيزنس ده بقى سنه ونص انتو ذا بيزنس يعني. كان اهلك سبورت؟ كانوا في دعم؟ شكله عامل ازاي في الاول ولما كسبتي الموضوع ابتدى ينجح؟ هم في الاول ما كانوش الصراحه مقتنعين ان انا بعمل يعني هي بقى بتعمل حاجات وكده، بس هم بيضحكوا يعني. يعني مش لحد ما انا خدت ستيبس. مثلا انا فاكره كنت بجيب البابل راب وبقول مامتي انا بحضر الباكجينج عشان الشيبينج بتاع المحافظات وكده. قالت لي بجد بتعملي؟ وقعدت تضحك يعني. قلت لها نكته يعني بقى مش بس هم يعني ساعدوني طبعا كتير. وابتدوا لما يفهموا وشافوا ان البيزنس بيكبر وكل هذا الكلام. انا مش بلومهم لان انا برضو واحده طول عمري ما عملتش اي حاجه. فاجئتي نفسك؟ الحمد لله. بس انا برضو كنت determined يعني. الحمد لله طبعا I work hard، بس اكيد غير الاول في الاول خالص. عايز اتكلم على محطه شارك تانك عشان نعرف نيجي لوليد، لان وليد هو السي او بتاع ذات النهارده، فهيجي دوره لما هنتكلم على شارك تانك وانه دخل معاكي. بس عايز اعرف ليه رحتي شارك تانك في الاساس؟ انا حسيت ان الموضوع I can sustain البيزنس الحمد لله افضل في نفس اللي انا فيه. بس انا شايفه انه بدايه البيزنس حاجه ومرحله بقى السكيلينج دي حاجه تانية. طبعا انا ابتديت برضو بفيشل برودكتس، وبعدين جات لي فكره انه في اندستري بتاعت ليزر هير ريموفل عماله كانت عامله جروس 200% وقتها. فابتديت اعمل برودكتس بتخدم على الفكره دي، شيلينج برودكتس وحاجات كده. والناس كانوا الفكرة مبهرة، واللي بتوصل له الفكرة بيبقى مبسوط جدا وبيشتري وكده. بس how to scale مثلا line of products او فكره مش موجوده خالص في اللوكال ماركت، وانا عارفه ان الناس عايزينها بس انا ما عنديش الفلوس الكفايه ولا الريسورسز الكفايه ان انا اوصلها للناس اكبر. كنت شغاله على اسكندريه في الاول بس، ولا كنت عرفتي توصلي لبره؟ لا انا وقتها كنت طبعا في القاهره، اسكندريه والقاهره واونلاين بقى محافظات يعني. فحسيتي ان شارك تانك هي الخطوه المناسبه لقصه السكيلينج؟ بالظبط. كنت رايحه متوقعه ايه وانت رايحه؟ حاسه ان ايه اللي هيحصل؟ انا كنت طبعا قلقانه شويه يعني اكيد، لانه انا مش عارفه برضو هم الشاركس بيفكروا ازاي. بس انا كنت يعني قعدت درست كويس قوي الارقام بتاعتي. الماركت فيه اوبورتيونيتي خطيره طبعا، وانا عارفه ان انا عندي فاليو. يعني انا بجد شاطره قوي في اللي انا بعمله، فيعني بليز شوفوا ده يعني.
ممتازه بصراحه فعلا جدا وفاهمه قوي الانجريدينتس وفاهمه ازاي توصل لعلاج كل حاجه سواء سكين او بادي. لا فاهمه كويس قوي الموضوع ده. حسيت ان انا عندي حاجه ممكن حاجه مميزه. ده مهم قوي كمان ان انت تبقى مقتنعه بنفسك وحاسه وعندك بليف كده ان انت عندك حاجه مميزه وشاطره فيها. دخلتي شارك تانك وايه اللي حصل وعبد الله سلام دخل معاكي؟ احكي لي كنت ده اللي كنت متوقعاه؟ يعني انا كنت حاسه ان انا هاخد اوفر يعني ان شاء الله يعني عشان برضه الاوبورتونيتي ومتاكده ان هم ما شاء الله ناس اكيد فاهمين الدنيا والسوق وباصين كويس عليه. انا جالي وقتها 2 اوفرز من ايمن عباس وفاروق وعبد الله سلام. واخترت الاوفر بتاع مستر عبد الله بصراحه. يعني ارتحت جدا وقتها وكان ات واز ا بيتر اوفر. وبعد ما خدته بقى كأنه بقى حد مغمض عينيه وشايف بقى البيزنس وورلد بطريقه طبعا مختلفه تماما. لا يعني انا عايز اتكلم في حته السكيلينج وفي حته ان النهارده وصلتوا لايه وكل حاجه، بس عايز اتكلم مع وليد. قليل جدا ومش بتتواجد بسهوله ان فكره الكو فاوندرز يقبلوا او يعرفوا ان مصلحه البيزنس في ان يجي سي او او يجي حد تاني يمانج الحكايه دي. مش سهله ومش اي حد بيقبلها. فان انتوا عرفتوا تعملوا هذه الفورمولا. عايز اعرف وليد ازاي بقيت بارت اوف ذات وبقيت السي او بتاعها ازاي؟ بس احنا البدايه احنا كنا الاكسبيرينس بتاعتنا بلس 20 years في البيرسونال كي والهير كي والكوزماتكس سواء براندز جلوبالي او لوكال وسبيشال في الشركات الستارت اب بقى لي اكتر من 20 سنه. فما جينا اتكلمنا مع علاء ومهندس عبد الله اللي احنا ازاي نجو بذات نطلع بيها لفيجن بيزنس. مهندس عبد الله كان بيتكلم ان احنا 5 سنين لونج تيرم لان احنا الفيجن بتاعتنا مش مجرد ان احنا بس عايزين نكبر في مصر بس. بالعكس علاء فاهمه جدا في الانجريدينتس، عارفه كويس قوي بيرسونال كير عامه في مصر والكوزماتكس النيدز بتاعتهم عامله ازاي. فاحنا بيزد عليها ابتدينا نشتغل على البراند ديفلوبمنت خلال المرحله دي. وبعد كده كل سنه عن الثانيه احنا عندنا لونج تيرم لحد ما نوصل جلوبالي سبيشال لان خلي بالك من المنتجات اللي موجوده جلوبالي وان ايجيبت مش كبيره. لان احنا لما شفنا الانجريدينتس في فرق كبير بس احنا عايزين نشوف الانجريدينتس دي والافكت ده نعمله في مصر عن طريق زاد. وده اللي احنا نجحنا فيه بقالنا 6 شهور 7 شهور شغالين على ريسيرش وان دي غير طبيعي عشان نفهم احنا عايزين احنا فين دلوقتي وهنوصل ليه. فبيزد عليه احنا لسه عاملين اللونش ما بقناش اسبوعين على السوشيال ميديا. ده بشكل ريباندنج جديد وده جاست فيز 1. احنا عندنا اكتر من فيز بحيث ان احنا كمان 5 سنين نعرف ان احنا فعلا نبقى ماركت شير محترم لان فعلا عندنا كل ريسورس اللي تسمح بكده. يس اتس فيري جود. كان في ريزيستنس في الاول؟ مين اللي كان صاحب فكره ان يجيب سي او؟ احنا قعدنا بقى وقت طويل نعمل ديو ديليجنس وبنبني بزنس موديل وكده وهم بصراحه قالوا لي انت عندك مانع ان حد يبقى بيمانج البزنس وكده. انا فعلا اللي انا بحبه جدا هو قصه البرودكت ماركت ريسيرش فورميليشن. فحلو. فعايزه تركزي في الحته دي وتديها كل اللي معاك. This is what moves my heart. وانا برضو من حبي لذات يعني حبي شركتي is my baby. فكنت عايزه لها احسن حاجه، عايزه لها احسن مدير. طبعا وليد ما شاء الله عنده خبره في مالتي ناشونال ولوكال كومبانيز فاكيد هيبقى فاهم اكتر مني. هي حد فاهم او كويس قوي وعارف هو بيعمل ايه. واحنا بنكمل بعد كده كل فيجن ستارت اللي احنا عايزين نعملها بس الاساس هي طبعا. لا ايه بعد النهارده انت بقالك سنه تقريبا، من اقل من سنه بشويه لما طلعتي في شارك تانك كنت بتقول انت بقالك قد ايه معاهم؟ تقريبا من شهر 5 اللي فات 6 شهور. ايه اللي حصل او ايه التغيير اللي فعلا بعد شارك تانك وبعد وجودك في الشركه اللي حصل على زي؟ احنا ابتدينا الاول نشوف احنا واقفين ستاند اب احنا فين دلوقتي. وابتدينا نشوف البراند غيرنا عملنا براند ديفلوبمنت كامل. فاتفقنا على 3 فيزز. فيرست فيز ان احنا نعمل براند ديفلوبمنت وده المرحله الحاليه. سكند فيز ان احنا نعمل بنتريشنز في الماركت وان احنا بنعمل نيو برودكت ان شاء الله ده خلال باي ماكسيمم شهر 6 اللي جاي. وبعد كده ثيرد فيز ان احنا نبقى ندخل جلوبالي ان شاء الله لان احنا مميزين شويه في الماركت. ايه الكومبيتيتيف ايدج اللي مش موجود عند ناس تانيين؟ احنا المين انجريدينتس بتاعتنا من مواد طبيعيه. اي باند تاني ممكن تشتريه هتلاقي بيديك افكت از فيري جود بس اما يبقى مستخدم في حاجات طبيعيه بيديك افكت ممتاز. بتستثمروا في الار ان دي، بتستثمروا بشكل غير طبيعي. احنا اساس اللي عندنا ار ان دي طبعا اداء. فهي في الاول والاخر احنا بنشوف كل الموجود في الماركت مش بس في ايجيبت بالعكس جلوبال يعني. فده الفوكس بتاعنا عشان كده احنا بنعمل اكتر من تيست بنشوف ده الريزلت بتاعته تاخد وقت قد ايه. اداء بصراحه فيها انسايت غير طبيعي بحيث ان احنا نعرف نشتغل على البرودكت ديفلوبمنت خلال فتره قليله. انتوا اغلى ولا ارخص من الماركت؟ بتعتبروا نفسكم في حته عامله ازاي؟ احنا مش ارخص قوي ولا اغلى قوي بس احنا يعتبر ان بتوين ما بين اللوكال وما بين اللي هو المالتي ناشونال.
اخر سؤال لآلاء، نفسك توصلي بايه لذات النهارده؟ هل كنت متخيله اصلا الحته اللي انت فيها النهارده، وايه اللي نفسك تحققيه في السنين اللي جايه؟ بص انا من اول ما ابتديت وانا عندي حاجه كده من جوايا بتقول لي ان انا بقى هنجح جدا وهكسر الدنيا من الاول، وانا حاسه كده، ما اعرفش، مع ان ما كانش في اي اماره على الكلام، مفيش اي مقومات، بس حاسه بكده يعني. نفسك توصلي لايه؟ الحاجه اللي نفسك تشوفيها لنفسك ولذات. انا نفسي ذات تبقى يعني مش هنا بس، تبقى معروفه في العالم كله. وانا وانا قاعده في الليفينج بختار الاسم، انا كنت عماله افكر في اسم يكون عربي يعني عشان عايزاه يبقى اسم عربي، وفي نفس الوقت يبقى اسم ينفع حد فورنر ينطقه بسهوله، مش اسم كومبليكيتد. فلا انا نفسي ذات تبقى في سيفورا يعني، نفسي يبقى اول ايجيبشن براند يخش يعني، نفسي ده البنش مارك بتاعنا عامه. لسه ده اللي عايز توصله. احنا الكواليتي بجد تستاهل يعني، عاملين بجد كواليتي تحفه، فيري لكجيريوس يعني. يعني لا عاملين مجهود بجد في الحاجه قوي. فلا يعني حلمي لذات حاجه كبيره جدا يعني. إن شاء الله. شايف ان ده ممكن يتحقق؟ وايه اللي نفسك فيه؟ انت قلت لي نفسك توصل عالميه ونفسك توصل حاجات كتير، بس شايف البراند ده ممكن يبقى في سيفورا في يوم من الايام؟ فشور، لان احنا عندنا كل الريسورس والمقومات فعلا اللي احنا نوصل ليها. هي دلوقتي احنا فيزز، ولا عندها لسه حاجات كتير في الصندوق ما قالتهاش كتير، بس لسه عندنا حاجات كتير جدا. يس، بحيث ان احنا we are focusing on skin وبادي، فهو ده اللي احنا الدايركشن بتاعنا خلال الفتره دي. وهل هتفتحوا في اماكن معينه ولا هتفضلوا بتبيعوا اونلاين في كل حته؟ قصدي مش هيبقى عندكم your own stores ان شاء الله قريب. لا هي موجوده خلاص ان شاء الله في شهر 1 والله ان شاء الله. احنا هيبقى عندنا اكتر في القاهره. ان شاء الله. ان شاء الله نقعد معاكم السنه الجايه ونشوف كمان تطورات ومحلات مفتوحه، ويمكن السيفورا الحلم ده يتحقق في سنه مش في 5 سنين. فيعني بتمنى لكم كل التوفيق، وعجبني هذا الموديل جدا، ويعني انا اتمنى نشوف تكراره في شركات ناشئه كتير، لان بتبقى سبب عدم السكيلينج، وان ستارت ابس كتير قوي ما بتنجحش وبتكبر وتطلع المرحله اللي بعدها بس بالاسباب حاجات شبه كده، فانتوا تفاديتوها من الاول، فبتمنى لكم كل التوفيق. الحمد لله والموضوع ماشي يا رب دايما، يا رب دايما بالتوفيق، وميرسي جدا.